يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. وفي أولى فقراتنا لليوم رح نتحدث أو رح يكون في عنا فقرة تحت شعار ليبقى الوطن العنوان الأول. تنظم مؤسسة سيدة الأرض حفل تكريم شخصية العام 2016، وهي تقديرا لجهود الشخصيات في كافة القطاعات التي تركت أثرا في المجتمع العربي والفلسطيني. ومن الجدير ذكره يارا كمان انه هذا التكريم بيحصل يعني من 7 سنين مش 9 سنوات. بيحصل من 9 سنوات، يعني كل سنة عن سنة بيتم تكريم شخصية معينة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض دكتور كمال الحسيني. يسعد صباحك. صباح الخير لكم وصباح هذا الوطن الجميل الذي يستحق منا كل العمل وكل الأمل وكل الثناء، يستحق منا كل العزيمة، يستحق منا كل الإيمان، يستحق منا كل الانتماء. هذا الوطن يستحق، ونعم ليبقى الوطن العنوان الأول. أولا صباح الناصرة والجليل، صباح عكا، صباح حيفا، صباح يافا، صباح المثلث، صباح الخليل، صباح جنين، وصباح أولى القبلتين القدس الشريف. أكيد، يعني نحن كمان بنشد على إيدك ونوجه تحية لكل المواقع ولكل المناطق في الضفة وفي الداخل كمان المحتل. يعني فعلا هذا صباح الخير لجميع وطننا الغالي. أكيد. دكتور كمال، يعني في البداية خلينا نتحدث عن مؤسسة سيدة الأرض بشكل عام. خلينا نعرف المشاهدين يمكن اللي بيغفلوا واللي ما في عندهم معلومات عنها أكثر، تعطينا هيك معلومات. سيدة الأرض هي فلسطين دون مقدمات. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي سيدة الأرض هي فلسطين. المسمى واضح طبعا، يجمع الجميع. هذه السيدة التي دوما تستحق الكتابة وتستحق القصيدة وتستحق الشعر وتستحق أن نقف أمامها إكبارا وإجلالا. بدأت الفكرة في عام 2008-2009. الفكرة ولدت لكي نعكس صورة حضارية عن إخوتنا في الداخل الفلسطيني وبهدوء. يعني أنا أجمل شيء أن تتكلم بصدق وتتكلم كيف كانت الحقيقة تكون أجمل، ومن صدق في مقاله زاد في جماله. كنت في عمان وكنت آتي من محاضرة في مدينة الناصرة، وتحدثت من أين آتي؟ تحدثت عن الناصرة وعن جمال هذه المدينة العريقة الفلسطينية. فلمست من بعض الموجودين معي في الحديث ما عندهمش صورة ناضجة عن إخوتنا في الداخل الفلسطيني. فمن هنا بدأت أبلور الأمور، إنه كيف ممكن إحنا نضيء شمعة لهم، وكيف نعطي صورة حضارية عنهم. لأنه على الأقل أنا كباحث في شؤون الداخل الفلسطيني قدمت هناك مئات المحاضرات، فلقيت إنه هناك نخبة، ولقيت هناك أصل الحكاية، ولقيت هناك أصل الرواية الفلسطينية. لولا بقاء إخوتنا في الداخل الفلسطيني لما بقت القضية الفلسطينية. فطوبى لكل من يسكن ولكل من يغرس ويحافظ على شجرة الزيتون هناك في الجليل والمثلث والنقب. فبدأت الفكرة من هذا الاتجاه، والحمد لله رب العالمين تطورت. يعني سنة ورا سنة كانت لها حضور كبير جدا على مستوى الوطن العربي. بدأنا نأخذ شخصية العام من الداخل الفلسطيني بشكل خاص، وأول حفل كان في 2009 وكان بحضور 1500 شخصية، وكان كل محافظين الضفة الغربية. لأنه احنا بتصور هي واضحة الصورة أمامنا وأمام الآخر. يجب أن تكون الهوية الفلسطينية هي واحدة. قد يعني تستطيع أن تسقط كل شيء، لكن لا تستطيع أن تسقط الذاكرة ولا الهوية. الهوية واحدة إن كانت في الجليل ولا في الخليل ولا في جنين. الهوية واحدة، هي الهوية الفلسطينية. دكتور، لو نحكي عن التكريم بالتحديد، يعني شو اللي هيميز تكريم السنة عن ال9 سنين اللي مرت؟ سؤال ذو عمق. بالفعل السنة هو يعني إذا جاز لي التعبير، كنت أتحدث أنا والزملاء بالأمس، يعني لا هو يعني كأنه أول سنة حاسه. طبعا برغم أنه التعب، وأنتم تشاهدون عبر شاشات التلفزة وكل التقارير، نحن وصلنا وجلنا كل الوطن العربي وكل العالم. لكن السنة لماذا هو استثنائي؟ لأنه أولا هو في رام الله. السنة الأولى هو في رام الله. واولا دعونا كمان يعني اقول باقه حب لسياده الرئيس ابو مازن بكل وضوح، اللي هو راعي لهذا الحفل، ومنذ اللحظه الاولى دعم هذا الحفل، وكان يعني اعطانا تماما ان نكون بكل الامور اللوجستيه على ما يرام. رام الله طبعا احب رام الله، بس اسمحي لي احب القدس اكثر بكل وضوح. عيوننا الى القدس هي ترحل، ما بيحب القدس ترحل يعني كل يوم. نعم ننتمي الى رام الله بحب، لكن تبقى القدس هي العاصمه الابديه لنا جميعا، وهي التي دوما نزداد فيها بهاء وجمالا وسلما وسلاما الى اخره.
الآن لماذا؟ لأنه رام الله أولا الحفل في مسرح جميل جدا، هو مسرح الهلال الذي يتسع إلى 1200 شخصية بما يعادل، وأيضا هذه التقنية اللي راح تعطينا كل شيء نقدم هذه الصورة الحقيقية الحضارية لهذا الشعب الفلسطيني. يميز ذلك ثلاث مربعات في الحديث. المربع الأول هو النموذج الفلسطيني. سيدتي عزيزتي، سنلتقي يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله بحضور كل الفلسطينيين من كل أنحاء دول العالم، من الأمريكتين، من كندا، من استراليا، من البرازيل، من جميع دول اوروبا. هذا النموذج الفلسطيني، يعني من كل جاليه فلسطينيه اخذنا هذا النموذج الفلسطيني، اما طبيب متميز، اما مهندس، اما رجل اعمال الى اخره في كل مجالات، كان بيشمل كل في مجالات الحياه. صحيح. لكي نقول لهذا العالم كله ان هذا الفلسطيني نعم هو في الغربه وهو في الشتات رغم انفه، لكن انما هو صنع، برضو العنوان الاخر في بطاقه الدعوه، هذا الشعب صنع من الليمون المره عصير حلو المذاق. يعني غير هذه المحنة التي ألمت في الشعب الفلسطيني، هذه النكبة، هذا التطهير العرقي الذي كان في النكبة، إلى إيش؟ من محنة إلى منحة وباقات ورد وزهور زرعت في كل أنحاء العالم. وهذا الإبداع في لقاء معي في الفضائية المغربية كانت في الحوار كاتبة اسمها ليلى أبو بكر، والله أنا لا أعلم عنها شيئا، بس سررت في تلخيص ماذا نقول. قالت بأن هذا التكريم يعني بأن هذا الفلسطيني إن كان مبدعا فهو مناضل، وإن كان مناضلا فهو مبدعا. فهذا الربط بين هذا وذاك، الإبداع والنضال. رسالة التكريم نعم شخصية العام 2016. رسالة التكريم رسالة هي تحفيز عظيم، ورسالة جميلة وتحضرية أن نكرم الناس أحياء وليس وهم أموات، جميل جدا، إنما هي رسالة فلسطين. التكريم هي رسالة تقرأ فيها الكثير، نريد فيها نعزز فيها انتمائنا، نرجع للموضوع الفلسطيني، إلى أن إحنا عندنا مش بس المكرم جاي بيكون من فرنسا أو من هولندا أو من نمسا، من بريطانيا، من كل دول أوروبا، ولا زي ما ذكرت، لا هو جاي هو وأهله من هناك، هو أولاده، هو وبناته. وهات نتكلم بوضوح اكثر. البعض لاول مره يزور فلسطين، البعض لاول مره يزور فلسطين. خلينا نحكي عن الحضور المميز او الشخصيات اللي راح تتواجد في الحفل، اللي هي مش راح تكون فلسطينيه، راح عربيه. ايوه عربيه. ضيفه الشرف راح تكون الفنانه التونسيه صوفيا صادق. هذه الفنانه الملتزمه الوطنيه التي تعشق فلسطين، وانا كنت بالاسبوع الماضي كنت في تونس، وكان عندنا سلسله لقاءات معا عبر الفضاءات، وهي يعني تنتظر، وهي الان يعني تخرج من تونس الى عمان ان شاء الله باذن الله تعالى. صوفيا صادق ستقدم يعني ملحمه وطنيه فلسطينيه على هذا المسرح امام كل وسائل الاعلام بصوت جميل ورساله بان فلسطين هي الحاضره، هي الساكنه في كل القلوب، الاحرار وليس العرب فقط. فمن تونس هناك وفد رفيع راسه طبعا كمان ايضا الدكتوره نوال قطب بن صالح، هي الرئيس الفخري للمؤسسه، ومجموعه شخصيات عامه من تونس. من المغرب سيكون الدكتوره سعاد العربي، هذه المراه المغربية العربية ولها حضور في كل الوطن العربي، في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي. هي رئيسة منظمة، وهي من النساء اللواتي لها بصمة وتحب فلسطين، ولها قصة نجاح سنذكرها في الحفل، رغم يعني لديها معاناة معينة. يعني رح نشوف احنا كثير مفاجآت في الحفل. أكيد. وطبعا برضو الوفد الكويتي اللي الآن هو موجود في عمان ينتظر بس إن شاء الله الدخول، اللي على رأسه الشيخة نوال الصباح، هذه المرأة العاملة والفاعلة. ومن الكويت احنا معنيين يكون برضه الكويت، لانه احنا يجب انه اي جليد دورنا احنا نكون جسر محبه. نحن بحاجه لاخوتنا العرب، كما اولا بحاجه لبعضنا البعض، بحاجه احنا نحب بعضنا، نحترم بعضنا، نقدر بعضنا لكي الاخر يقدرنا ويحترمنا. فدعونا اولا، وهذا هو عنوان البرنامج بين بعضنا. انا بحكيها بهدوء دائما، تعالوا نحكي مع بعضنا بدل ما نضلنا نحكي على بعضنا، تعالوا نشتغل مع بعضنا بدل ما نشتغل على بعضنا. هي مصطلحاتنا الفلسطينيه. القصه هي دعوه، دعانا نحاول حتى النقد، نطور النقد. يعني انا بقول في فلسفه كثير عجبتني في احد الاطباء الباحثين الرائعين في برنامج تنميه بشريه، وضع، وهي بهديها لكل من شهد في هذا الصباح، وضع في بحث جميل جدا قد نستغرب منه وبهديكم اياه. هي قصه بسيطه جدا بثلاث جمل، 3 كؤوس ماء، وضع في كل كاس ماء نصفه ماء ونصفه رز بالتساوي في ال3 كؤوس، وضع اول كاس هناك، متر اخر كاس ثاني والثالث، وكل يوم صباحا ياتي الى الكاس الاول الرز والمي في كاس المي، يقول له شكرا جزيلا، انت رائع حقا، انا سعيد انك انت بحياتي، ميرسي لك الى اخره. هي الكلمات الدافئه. تذكروا نحن في فصل الشتاء والمطر في الخارج ما شاء الله، تذكروا بان الكلمه الطيبه هي ادفأ من 3 شهور في فصل الشتاء. فاول كاس
يخاطب الكأس، جماد الكأس. ليس جماد وإنما ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. حي. ومن ثم يذهب إلى الآخر الثاني يقول له من أنت؟ أنت لا شيء، أنا أكرهك، أنا لا أريدك. ويتجاهل الثالث، الكأس الثالث على مدار 30 يوم. على فكرة هي مسجلة يعني نعم، هي دراسة. تلفزيونيا طبعا. نعم. كل يوم يسوي نفس القصة، يشكر الكأس الأول، يوبخ الكأس الثاني، ويتجاهل الثالث. بعد شهر 30 يوم الأول نبت الرز، رائحته ذكية، الثاني تعفن، الثالث الذي كان يتجاهله أصبح الرز أسود. القصة هنا نحن الفلسطينيون نريد بعضنا البعض، أول شيء أن نتعاضد، أن نكون معا وسويا. كل واحد فينا احنا بحاجة له. وعلى فكرة في هذه المناسبة سنطلق مبادرة الأولى من نوعها تاريخيا وحضاريا تقدر تطلعنا عليها يعني؟ على يوم الحفل إن شاء الله، في ساعة الحفل. بداية الحفل سنطلق يعني هذه مفاجأة المبادرة كمان. بلا أدنى شك. فكر خارج الصندوق، فكر، غير الروتين الموجود، تغيير المعادلة أيضا مهم جدا بهذا الاتجاه. دكتور، لو تحكي لنا عن جولتك اللي كانت قلت لنا قبل شوي انه كان في عندك جولة في تونس. كنا في وكذا. دبي، وكنا في تونس، وكنا في الأردن. طبعا في الأردن كان مكرمنا في الأردن العام الماضي هو الشيخ محمد بن راشد، وكنا هناك وشاركنا في احتفالية جميلة جدا أيقونة دبي كانت. نريد أن نكون دائما معا وسويا في الوطن العربي. وأيضا نحن ماذا نريد منهم؟ نريد أولا أن نكون يعني ياخذوا القضية، هي أنا كاتبين في كل مقالاتنا وفي كل كتبنا الرسمية قضية الأم. قضية الأم هي القضية، تفعيل ذلك. بعيدا، نحن مؤسسة مدنية عنوانها الرسمي هنا، مسجلة هنا برتوجك رسمي، مكاتبنا موجودة في بيروت والقاهرة وتونس. عظيم. إنما رسالتنا هي رسالة فلسطين. نريد من كل إخوتنا أن نكون العنوان الأول هو يعني، لأنه إذا فلسطين بخير كل وطن العربي بخير. لذلك الآن يعني قلت يوم أكل الثور الأبيض إلى الوطن العربي. طب دكتور، بدنا نرجع على موضوع التكريم شوي. نعم. على أي أساس هيتم تكريم الشخصيات اللي موجودة، إن كانت عربية وإن كانت جميل. طبعا هناك معايير واضحة يتم الترشيح قبل 3 شهور يا سيدتي. لكل شخصية بيتم تكريمها. هناك لجنة حكم، هناك مجلس أمناء 40 شخصية، كل في مجاله، كل يعني له اختصاص معين. بيتم البحث عن هذه الأسماء، بيتم استطلاع. إذا أنتم انتبهتوا إلى موقع سيدة الأرض صفحة مؤسسة سيدة الأرض، هناك استطلاع شارك فيه أكثر من 250 ألف شخص. ممتاز. لما تم تصويت على النجم المفضل لدى الشعب الفلسطيني، وواضح طبعا كان مشاركة جدا فاعلة. فبهذا الاستطلاع وبهذا التصويت، ومن ثم الشخصيات الأخرى في كل في مجاله بيصير سيرش على كل اسم، ولجنة الحكم تقر من هو شخصية العام. هناك قلت 3 مربعات، ناخذ شخصية العام النموذج الفلسطيني، والمربع الثاني هو الوطن العربي. من كل دولة ناخذ شخصية العام اللي هي الشخصية اللي بيكون المعايير أن يكون لها دور فاعل في القضية الفلسطينية. شكرا، يعطيكم العافيه. يعني اما فلسطين نحكي في شغله كثير مهمه. لو نرجع نذكر المشاهدين امتى رح يصير الحفل، والموقع ايضا، ومين بيقدر كمان يشارك في هذا الحفل ويكون حاضر للحفل. عظيم. الموقع مسرح الهلال الاحمر اللي هو موجود شارع القدس طبعا البيره. عظيم. الساعه 6 مساء سينطلق الحفل باذن الله تعالى على الهواء مباشره، اولا على فضائيتنا الرسميه فلسطين مباشر، وايضا رح يكون بما اكثر من 10 فضائيات رح يكون لايف عندنا ان شاء الله، وحضور وسائل الاعلام مسموعه ومرئيه مكتوبه لكي كنا نشارك بعضنا البعض في هذا العرس الفلسطيني. المشاركه طبعا هي دعوه، طبعا وجهات الان تقريبا بتصور امتلأت المقاعد. يعني ممكن باقي يمكن بتصور يمكن اقل من 50 يعني مقعد. اكيد المشاهدين بيقدروا يتابعوا هذا الحفل من خلال التغطيه المباشره اللي راح تكون لهذا الحفل. أكيد. وانا ذكرت كمان حتى يعني معني كثير ممكن يبعث لصفحه مؤسسه سيد الارض في المشاركه، واكيد مرحب في كل شخص يريد المشاركه، لانه هذا حفل ليس لي وليس لك، وانما لكل حر في هذه المعموره في هذه البلد في فلسطين التاريخية عامه. نعم. فسنكون ايضا كمان بلوحه فسوريا فساء كامله. عنواننا في حفل يبقى وطن. لماذا انا اردت من هذا الحفل ان اسقط مسميات 48 67 غزاوي خليلي جنيني الى اخره. اكيد ليشمل لا الجميع. انا فلسطيني. صح. بيشبك هذا العنوان، انا فلسطيني. انا زي ما حكيتها وعلمت ابني، انا من القدس، وانا من الخليل، وانا من جنين، وانا من الجليل. اذا انا من فلسطين. من فلسطين. نعم صحيح. نشكرك كثير دكتور كمال الحسيني، اكيد الرئيس التنفيذي لمؤسسه سيده الارض، يعني على هي المعلومات. واحنا بنتمنى طبعا يكون في حضور كثير جميل الى هذا الحفل الضخم اللي راح يكون طبعا على مستوى العالم والمستوى الدولي والعربي بالتاكيد. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا.